السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ مريومة. رايحة نحضر لكم تحلية البرتقال والليمون، تجي هايلة وبنينة. إذا حبيتوا تشجعوني وتدعموني ديروا اشتراك ودقوا الجرس وبارطاجيوا لي الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي باش يشوفوه أكثر عدد من الأخوات. ومرحبا بكم في القناة. شوفوا لهنايا عندي هذا الكأس وهذا الكأس فيه السكر، وشوفوا السكر قدواه على الكأس ناقص، يعني كي تجيبوا الكأس وتحطوا السكر نقصوا أصبع كيما هكا، وديروا الكيل تاعكم تاع السكر وراهو فوق النصف. السكر هذا رايحة نحطوه لهنايا، وشوفوا هذا الكأس اللي كيلت به السكر تكيلوا به الماء، يعني قداش درتوا سكر رايحين تكيلوها ماء. وانايا درت نفس الكيل تاع السكر نفسه تاع الماء، رايحه نحطه لهنايا لداخل ونشعل عليه النار ونخليه يغلي. هو يبدا يغلي نرجع نشوفوه. السر تاعي راهو يغلي ونقصت عليه النار باش نخليه يغلي ببطء. دركا لهنايا عندي 2 حبات تاع برتقال قطعتهم بهذا الشكل وقشرتهم. شوفوا كيفاش قشرتو البرتقال، قشرتو خلاص وقطعتو كاريات كيما هكا. والتقطيع تاع البرتقال قطعوه كيف حبيتو. انايا رايحه نديرو لهنايا لداخل. دركا انايا البرتقال تاعي رايحه نخليه يغلي. هو يغلي ويبدا يثقل، رايحين نرجعو نشوفوه. لهنايا كي يبدا يغلي ويطلع فيه هذه الرغوه هذه تاع البرتقال نحوها. دركا لهنايا رايحه نخلي البرتقال تاعي يطيب. هو يبدا يثقل ويطيب ويخثر ويتبدل لا كولير تاعو، رايحه نرجعو نشوفوه. ولهنايا البرتقال تاعي راهو طاب، رايحه نطفي عليه. ودركا هو طاب البرتقال تاعي، شوفوا هذاك اللون نتاعو الجميل كيفاش ولا. دركا رايحه نخليه يبرد كيما هكا، غير نغطيه عليه ونخليه يبرد لحين نعرفوا باللي برد خلاص. نحكم نديرو في بول ونفرمي عليه ونحطه في الثلاجه لحين الاستعمال نتاعو. عندي لهنايا هذا 270 مليلتر تاع حليب، عندي هذا النشا، وعندي 3 ملاعق تاع سكر، وعندي هذه الليمونه رايحه نحي لها هذه القشره من الفوق بهذه. ورايحه نحط عليهم 3 ملاعق تاع سكر نحطهم لهنايا. ورايحه نصب هذا الحليب لهنا لداخل، ونزيد ندير 2 ملاعق تاع النشا، ورايحه نخلط الحليب تاعي ندخل فيه النشا مليح. رايحه نحرك الحليب والنشا مليح فوق النار ونقعد نحرك فيهم باش الخليط تاعي ما يلصقليش وما يتحرقليش من التحت. دركا رايحه نقعد نحرك فيه كيما هكا حتى يختار لي، ومن بعد شويه نرجعو نشوفوه. ودركا راني طفيت عليه، رايحه نبعدو على النار ونخليه حذايا يرتاح لمده 3 دقائق، ومن بعد نروحو نديروه في الكؤوس. وهذا سكر الفانيلا، هذه ساشي تاع 5 غرام لهنايا، رايحه ندير نصفها في هذا الخليط الابيض اللي درتو، والنصف الثاني نديرو في الخليط الثاني. وعندي هذا البرتقال اللي درناه في الخطوه الاولى، ها هو راهو كي خليته برد في الثلاجه. نملي الكؤوس تاعي بالبرتقال، وانتم اللي تتحكموا في الكميه قد واش ديروا منها، ديروا شويه ولا ياسر كيف تحبوا.
شوفوا كيفاش صبيت الخليط نتاعي الابيض درتو لهنايا في الكاس. لازم تعود طبقه كيما هكا تاع البرتقال وطبقه فيها تاع هذا لاكريم البيضاء. دركا رايحه نديهم للثلاجه باش يبردوا لي شويه، يعني يبرد لي حوالي ربع ساعه، ونخرجهم باش نكملوا الخطوه الثالثه نتاعهم. هذم 2 حبات ليمون رايحه نعصرهم في العصاره لهنايا. ورايحه نصفي الليمون نتاعي. رايحه نزيد لها هذا المبشور تاع الليمون لهنايا لداخل. ورايحه نزيد هذه 250 مليلتر تاع ماء رايحه نديرو لداخل. وهذه 4 ملاعق تاع سكر رايحه نديرو لداخل. 4 ملاعق تاع سكر راهي تجي مليحه في الحلاوه، واللي يحب ينقص فيها ينقص، واللي يحبها حلوه ياسر يزيد على روحه. ورايحه نحي شويه من هذا الماء الليمون والليمون رايحه نديرو لهنايا في هذا البول. وهذم 2 ملاعق شوفوا كيفاش راهم معمرين، رايحه نديرهم لهنايا نخلطهم. رايحه نزيد على الليمون نتاعي هذه الفانيلا درت النصف تاعها في الكريم الابيض اللي درته في الخطوه الثانيه، وهذه النصف رايحه نكملها في الليمون هذا النصف هذا. رايحه نشعل النار على الخليط نتاعي ونقعد نحرك فيه مع التحريك المستمر حتى يختار، ومن بعد نحيه على النار. دركا راني نحرك فيه وبعد شويه نرجعو نشوفوه. لهنايا الخليط تاعي راهو خير، رايحه نحي ليه من فوق النار. انا عندي هذا فود كولر تاع الاكل، رايحه ندير اللون الاصفر، واللي يحب يخليها باللون هذا يخليها. انا يا رايحه نزيد الا شويه في الصفوره. انايا رايحه ندير ملعقه صغيره تاع ماء الزهر. واللي يحب ما يديروش هذا اختياري، ولكن هو ماء الزهر رايح يغير في المذاق ويعود مذاق هايل هايل. جربوها بالمذاق هذا وبالعطر هذا ماء الزهر. رايحه نحطه لهنايا لداخل، والماء الزهر راهو يجي في الاخر كي يطيب هذه لاكريم تاعنا تاع الليمون. تريح 3 دقائق ل4 دقائق تبرد برك شويه تعود دافيه، ونخرج الكؤوس تاوعي اللي درتهم من الثلاجه ونحط فوقهم هذا. ودرك نشوفوا الخطوه نتاعها الاخيره. ودرك لهنايا يعني خرجت الكؤوس تاوعي من الثلاجه، رايحه نزيد نحط فوقهم هذا الخليط تاع الليمون اللي درتو. وعندي هذا راهو ليمون قطعته. كي نخليها تبرد شويه نحط هذا الليمون فوقها كديكور. دركا التحليه تاعي راني خلصتها ورايحه نحطها في الثلاجه تبرد تماما، ومن بعد نرجعوا للتقديم نتاعها. ودركا راني خرجتها من الثلاجه خليتها بردت شويه حوالي نصف ساعه. ودركا رايحه نزينها التزيين تاعها بالليمون اللي قطعته. والليمون كي نجو نزينوها ما نديروهاش وهي سخونه، لازم نخلوها شويه تبات في الثلاجه وبعد نخرجوها ونديروا لها التزيين تاعها كيف حبيتوا. انا اخترت ندير لها الليمون لانها تحليه البرتقال والليمون. وفي الاخير رايحه نقسم معكم وحده باش تشوفوها تحليه البرتقال والليمون، تحليه الطبقات تجي هايله وبنينه. نتمنى تجربوها. خليولي لايك وتعليق ودقوا الجرس
باش يوصلكم كل جديد، وبارطاجيو لي الفيديو على أكثر عدد من الأخوات، ودمتم برعاية الله وحفظه. يلا سلام.